احلى رز بلبن معمول بطريقه تحفه جميل قوي. عايزه اوريكم قد ايه هو جوسي وحلو جميل. جربوه بطريقتي وانا متاكده انه هيعجبكم. تحفه مره تحفه. يلا بقى نشوف عملنا ازاي. يلا بقى نشوف الرز بلبن ده عملناه ازاي. ده نص فنجان هستخدمه لايه؟ هستخدمه لتر اللبن. نص فنجان رز. ايه بقى؟ عليه كوبايه، عليه بقى كوبايه سكر، تمام، عليه كوبايتين ميه، تمام، ونص كوبايه لبن. نص كوبايه اللبن، وهسيبهم لحد ما الرز يستوي تماما. وهنضيف بقى اللبن بتاعه. اجيب الرز بلبن عندي بعد ما الرز شرب كل الحاجات اللي احنا حطيناها له وتقريبا استوى تماما. هو استوى تماما اهو. هضيفه بقى في المرحله دي حوالي معلقتين كبار زبده فلاحي، تمام، او معلقتين كبار سمنه بلدي. بتعزز الطعم قوي وبتنقل الرز بلبن في حته تانية وبتخليهولي تحفه، تمام. بعد بقى ما الزبده تسيح كده مع الرز هقوم ضايفه اللبن بتاعي. بعد بقى ما الزبده ساحت، تمام، هضيف اللبن بتاعي بقى. ده لبن كامل الدسم ساقع، هضيفه على الرز بتاعنا، ماشي. ولما يغلي بقى مع بعضه كده حوالي غلوتين، هقوم ضايفه ربع كوبايه لبن عليها معلقه كبيره نشا، ماشي، واقوم حاطه الفانيليا بتاعتي. احنا كده مش محتاجين ايه نشا، والله مش محتاجين نشا، هو كده تمام اهو. بس انا بحب احطه عشان لما اجي اكل كده ما يبقاش فيه ايه صلصله ميه صغننه. انا حاطه معلقه صغيره نشا على 3 معالق لبن، تمام. هنزل بيهم اهون، وهنزل برشه الفانيليا بتاعتي، تمام. شايفين كده بعد ما فرغنا الرز بلبن في القوالب الفخاريه، شايفين عامل ازاي؟ روعه.